يا صباح الفل، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الجمعه مباركه. تعالوا بقى نحضر كده مع بعض فطار الجمعه. وما يحلى فطار الجمعه من غير الفول والطعميه بتاعت عم احمد بصراحه. جبت كده عجينه زي ما انتم شايفين كده اهوت بصراحه، والجبنه بقوطه دي فظيعه، بس هو مش حاطط فيها قوطه، حاطط فيها خيار، ما علينا. وايه بقى، وعيش كده اهوت من عند عم احمد زي ما انتم شايفين، ماشي. وفول طبعا بالزيت الحار، مش قادره اقول لكم جماله وحلاوته زي ما انتم شايفين كده اهوت. بصراحه عجينه الطعميه انا دايما بحب اعملها في البيت، ماشي، نقليها في البيت في زيت نضيف، وبصراحه بتوفر جدا جدا. تعالوا بقى كده نحطها في طبق ونشوف هنعمل ايه. اهو يا جماعه كده عجينه الطعميه، يا دوبك بس تبل ايدك بله بسيطه خالص كده. وتعالوا يلا عشان نشكلها في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخدي الطعميه كده، بصوا انا بحب دايما ان انا امسكها كده واقوم حطاها زي ما انتم شايفين كده اهوت. ما بحبش اشكلها على على شكل قرص ولا الكلام ده كله بصراحه. كده بتطلع كريسبي اكتر وطعمها احلى. بتفكرني اصلا بالطعميه بتاعه البلد زمان، كنا بنجيبها كده والله العظيم، كنا بنقف عليها طوابير وحياه ربنا. الطعميه بالذات الصغيره دي طبعا كانت زمان بنص جنيه، يعني ما كانتش زي دلوقتي خالص، وبربع جنيه كمان. يا ريت الزمان والله العظيم يعود يوما يعني. اخلص كل الطعميه اللي معايا كده. بصوا يا جماعه ما شاء الله، ابو 5 جنيه عجينه عمل لي قد ايه. انتوا عارفين بقى لو انا بشتريه من تحت هو 4 طعميات بالظبط. طب شوف انا، بصوا ما شاء الله بجد، يعني الحاجه البسيطه اللي لو ان نقدر نعملها واحنا في البيت كده نعملها، ايه المشكله؟ الزيت نضيف والدنيا بتبقى زي الفل، وبتطلع كريسبي اكتر وطعمها بجد بيبقى احلى كتير. قلبتها كلها زي ما انتوا شايفين كده اهوت، تتحمر بقى كده وخلاص نطلعها مع بعض. خلاص يا اخواتي كده الطعميه بقت زي الفل اهي، خدت لون حلو جدا كده اهو ما شاء الله. نبدا بقى نسمي الله ونبدا ان احنا نطلعها كده، ونحضر بقى بقيه الفطار السهل السريع. ده شكل الطعميه كده بعد ما خلصتها، وحطيت بقى الفول في الطبق اهوت ونعصر عليه الليمون كده. بصراحه الفول بالليمون ده بيبقى طعمه تحفه 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 مهما اقول لكم يعني. والجبنه زي ما انتم شايفين كده اهوت حطيتها في الطبق، والليمون بقى المعصفر اللي انا عاملاه معاكم كان في طعمه بجد حلو جدا. وادي كده ايه العيش. وبصراحه كده طبعا علاء وادم ومكه نزلوا يصلوا، فانا قلت له بصراحه هات مسقعه معاك وانت طالع. انا بصراحه طالبه معايا قوي ان انا اكل فول وطعميه ومسقعه زي ما انتم شايفين. وبس كده يا اخواتي، لو الفيديو عجبكم كده ما تنسوش اللايك والمتابعه في صفحتي. وانا دايما بصراحه بحب جدا ان انا اصور معاكم فطار الجمعه، لان ليه ذكريات معايا كبيره جدا جدا. لو عجبكم لايك وكومنت حلو زيكم، ومع السلامه.